السلام عليكم. بصوا، انا النهارده عايز اتكلم في موضوع مهم جدا بيهم كل ام وكل اب. يعتبر هو موضوع الساعه. قصه التربيه او سلوكيات الابناء في الفتره اللي احنا عايشين فيها، خاصه ان الفتره دي بقت صعبه قوي بظهور الانترنت ووجود التكنولوجيا والسوشيال ميديا موجوده في كل بيت. واصبح الموضوع والسيطره والتحكم على السلوكيات بقى صعب جدا جدا. انا النهارده عايز اوضح نقطه مهمه قوي في البدايه. بكلم كل ام كتشبيه مهم قوي في حته ان التربيه عامله زي بالظبط وانت رايحه تعملي اكله في المطبخ، فبتجمعي الاول المكونات، بتجيبي الطماطم، بتجيبي الخيار، بتجيبي الكوسه، بتجيبي حاجتك، وبتبتدي تحطي الاول تسخني الميه في درجه معينه بترفعي فيها الميه او تقللي درجه السخونه بتاعت الميه، وبعد كده بتحطي الطماطم الاول، بعد كده بتحطي الخضار، بعديها بنص ساعه هنغلي غلوه. ناخد ترتيبات كتير قوي واحنا بنعمل الاكل الواحده. امتى بنعلي النار، امتى بنحط البهارات، امتى بنحط الملح. حاجه لو سبقت حاجه الاكله مش هتطلع كويسه. اكيد كل حاجه بيبقى لها وقت وكل حاجه بيبقى ليها ميعاد. عشان كده تبقى ست البيت مركزه جدا وهي جايه تعمل الاكله بتاعتها. لو حطت حاجه قبل حاجه او علت النار فالاكل هيتحرق، او وطت النار الاكل مش هيستوي بسهوله. لو زودت الملح الاكل هيبقى مالح، لو قلت الملح الاكل هيبقى عادم. عايز اقول من النقطه دي ان التربيه بتاعتنا مع ابنائنا والتعامل معاهم مش سهل. امتى اضحك في وش ابني، امتى اشد، امتى اعاقب، امتى اكافئ، كل حاجه برضو زي موضوع الاكله بالظبط لها وقتها. لو زودت حاجه او قللت حاجه او حطيت او اتعاملت او حطيت حاجه في مش في وقتها بيبقى لها رد فعل معاكس مع ابني. عشان كده انا ربطت بترتيب بسيط او بربط بسيط ان التربيه عامله زي الاكله او الطبخ اللي بعمله في البيت. ببقى مركزه قوي ان احط كل حاجه في وقتها واعمل كل حاجه في ميعاد ليها. في نفس الكلام سلوكياتي مع ابني او طريقتي مع ابني او بنتي بيبقى ليها طريقه معينه وفي كل حاجه بيبقى ليها وقتها عشان في الاخر النتيجه تطلع ايجابيه مع الابناء. طب يعني ايه سلوك؟ سلوك هو رد فعل الانسان في اي موقف يتعرض له. سلوك ده السلوك بصفه عامه، رد الفعل في اي موقف يتعرض له الانسان هو ده السلوك. طب انا عايز اضبط السلوك، اعمل ايه؟ ضبط السلوك خلينا نتفق ان في نقطه مهمه، ان اي سلوك بيبقى يسبقه موقف اللي هو بنسميه السابق. ما هو قبل السلوك؟ اسال نفسي ابني بيعمل السلوك الفلاني، بيزعق، بيغضب باستمرار، بيتعصب. طب ما اسال نفسي هو ايه السلوك اللي بيحصل قبل سلوك الغضب او عصبيه ابني؟ هل يا ترى ايه التعامل اللي بيحصل في الاول؟ وبعد كده اللاحق اللي هو السلوك اللي بيجي بعد سلوك العصبيه. انا بعمل ايه مع ابني؟ مثال، انا بصحي الولد ابني اقول له قوم وبطريقه صعبه جدا وبنتهره وبزعق بصوت عالي، فهو قام على صوته عليا. ما قبل السلوك اللي انا انتهرته وكلمته باسلوب وحش، قوم يا احمد شوف انت ايه، وانتهرته بطريقه مش كويسه، فده ما قبل السلوك. قام احمد اتعصب عليا وعلى صوته عليا، ده السلوك بتاع احمد او رد الفعل. ما بعد السلوك اللي هو اللاحق، ان انا زعقت له اكتر او مديت ايدي عليه او ضربته، ده اللاحق. يبقى سلوك العصبيه بتاع ابني يسبقه سلوك مني خلاه ده يبقى رد فعله، ولاحق ليه كمان ان انا بقيت امد ايدي عليه فزود المشكله وتفاقمت وخلى ابني عمل مشكله اكبر والموضوع تصاعد. طب انا ممكن ببساطه كده ضبط السابق وضبط اللاحق بيعمل ضبط للسلوك نفسه. طيب في تكنيكات كتيره وفي استراتيجيات كتيره ان انا اقدر اعدل سلوك ابني. من ضمن الحاجات دي موضوع التعزيز والعقاب. هو في استراتيجيات كتير جدا بس احنا ممكن نتكلم النهارده على اهم حاجتين، وهو التعزيز والعقاب. يعني التعزيز، التعزيز هي استراتيجيه معناها المكافاه، ان انا اكافئ ابني. بس في نقطه مهمه قوي لازم اقولها في الاول، هل انا هقدم المكافاه لابني لما بيعمل السلوك انا عايزه قبل ولا بعد؟ يعني بعد ما يعمل السلوك ولا قبل ما يعمل السلوك؟ لو انا عززته او اديته المكافاه
قبل ما يعمل السلوك الايجابي اللي انا عايزه من ابني، يبقى انا كده بعمل زي نظام رشوه. قوم تعالى يا احمد اعمل لي كذا وانا هديك كذا كذا، خد الاول طيب وانزل اعمل. انا اديته المكافاه قبل ما يعمل السلوك الايجابي، ده كده رشوه. المفروض الشرط الاساسي في التعزيز اللي انا لما اجي ادي المكافاه لابني ايا كانت ماديه او معنويه او نوعها ايه، حسب اتفاقي معاه وحسب انا بشوف ابني ايه اكتر حاجه بتعززه. المفروض يكون بعد السلوك الايجابي مش قبل. اول ما يعمل السلوك الايجابي احنا نتفق النهارده ان هنعمل 1 2 3، هنصلي، هنذاكر، هنسمع الكلام في كذا وكذا، اتفقنا على مجموعه سلوكيات. فلازم ما تعمل السلوكيات دي هيبقى في مكافاه كذا اكتر حاجه بتحبها. بعد ما نخلص السلوكيات دي ببتدي اعمل مكافاه. ولازم قوي شرط مهم قوي في التعزيز تكون المكافاه بعد السلوك. مش اقول له طب بكره بقى اجيب لك، طب اصبر شويه. ده هيفقد ثقه ابني او بنتي فيا في موضوع ان انا عملت سلوك ايجابي وحضرتك او حضرتك ما لبيتش التعزيز. فالمفروض التعزيز يبقى بعد السلوك الايجابي مباشره عشان يبقى ياخد المصداقيه. طب ممكن حد يسالني ويقول لي طب ما انا برضه هو يعمل صح وانا اديله حاجه، طب هو كده مش هيعمل اي حاجه صح في حياته غير ما ياخد قصادها حاجه، فيصبح الحياه كده مش برضه مش منطقيه. هقول لك في اللحظه دي ان استراتيجيه التعزيز بتبدا في الاول مع الابناء في ان انا عايز اعزز سلوك معين، فبعمل يعمل الحاجه واديله او يعمل السلوك الكويس واديله المعزز، وبعد كده بقول اسحب الموضوع شويه شويه. انا اتاكدت ان بقى السلوك جزء من حياته الشخصيه، اصبح اتعود عليه، فببتدي ادي التعزيز مره، بعد كده يعمل السلوك الايجابي ما اديش مره واعدي مره، اعدي مرتين واعدي مره، اعدي مره واعدي مرتين، وهكذا لغايه ما اسحب المعزز تدرجيا او المكافاه يعني، واكون اتاكدت ان ابني يعني اصبح السلوك فيه بقى جزء من حياته. ده مهم جدا. استراتيجيه التعزيز زي ما قلت شرط اساسي في ان انا اعزز ابني، لازم يكون المعزز يبقى بعد السلوك الايجابي اللي انا اتفقت عليه. ولازم كمان يكون المعزز متنوع، لان انا شرط اساسي لو انا قررت المعزز اللي انا بعمله لابني هيفقد برضه قيمته، لان خلاص اتعود عليه واصبح الموضوع متكرر، فيقول لك خلاص يعني انا عرفت ان بابا بيجيب لي كذا او ماما بتعمل لي كذا، فموضوع قيمته هيفقده. تنويع المعزز يعني انوع المعزز عشان يفضل ليه قيمته. نقطه مهمه برضو في استراتيجيه التعزيز ان انا لما اجي اقدم معزز لابني اقدم على حجم الشيء اللي عمله. يعني لو عامل حاجه كبيره واتفق على حاجه صغيره مش هيبقى فيه يحس بالقيمه القليله، او عامل حاجه صغيره ومديله حاجه كبيره قوي او اكافئه بحاجه كبيره، فدي برضو مش هتدي نقطه مهمه للمعزز لو انا بدي حاجه اكبر من حجم الحاجه اللي عملها، فتصبح برضو مش نتيجه ايجابيه. المفروض احط في الحسبان كأب وكأم ان انا المعزز يتناسب مع السلوك، حسب السلوك اقدم المعزز على قد حجم السلوك اللي بيعمله او على قد اهميه السلوك اللي بيعمله. دي استراتيجيه التعزيز. عندي استراتيجيه ثانيه مهمه قوي وهي استراتيجيه العقاب. ممنوع منعا باتا العقاب البدني. كتير قوي ناس بتقول لا ده الضرب بيجيب نتيجه، انتوا بتقولوا اي كلام بتوع تعديل السلوك، انا بضرب ابني او بنتهره بيمشي زي الالف. كلام حضرتك وكلام حضرتك صح، ولكن انا بسمي العقاب اللي هو البدني او الضرب عامل زي المسكن. لما يجي لي الم في اسناني، جالي الم في اسناني رحت جبت المسكن كتفاصيل او ايا كان وخدت المسكن بتاعي، عشت اليوم بتاعي طبيعي ومبسوط جدا منتعش جدا، بتعامل مع الناس بأريحية، ولكن في نهاية اليوم يعود الألم بشدة أكتر لأن أنا سكنت الألم وما عالجتش السبب. وهكذا موضوع الضرب هو موضوع المسكن، إن أنا بضرب ابني أو أنتهره أو أشد عليه فهو ماشي زي الألف، هو سكنت المشكلة، أصبح قدامك إن هو باين إن هو كويس، بيتعامل بدماغك، بيتعامل باللي أنت بتطلبه واللي أنت بتطلبيه بالظبط، ولكن في النهاية هو هيطلع شخصية مهزوزة جدا.
هيطلع شخصيه ما عندهاش ثقه في نفسها، هيطلع شخصيه متمرده، هيطلع شخصيه عدوانيه. ده مش هيحصل طبعا في وقتها، ده يحصل فيما بعد على المدى الطويل. تطلع النتيجه ان الشخصيه اللي قدامي فيها مشاكل كتير جدا انا مش قادر احدها او قادر اسيطر عليها. كانت المشكله صغيره كان ممكن اتعامل معاها بطريقه او طرق كتير، زي ما احنا عارفين في كذا طريقه للتعامل، لكن انا استسهلت طريقه المسكن وهو العقاب البدني والضرب، فاصبحت المشكله تفاقمت وكبرت وطلعت شخصيه فيها عيوب كتير ومشاكل كتير انا كأب او كأم مش عارف اسيطر او مش عارف اسيطر عليها. طب ليه من الاول الضرب؟ ليه من الاول الضرب؟ الاستسهال زي بالظبط حسب كل شخص استعداده للضرب وداه لفين. عندي في العقاب نوعين، في عقاب ايجابي وفي عقاب سلبي. العقاب الايجابي ان انا احرم ابني من الشيء اللي بيحبه. بص يا ابني لو عملت كذا وكذا وكذا او ما سمعتش الكلام في كذا وكذا انت محروم من الشيء كذا. طبعا كل ام عارفه هي ايه بالظبط اللي ابنها او بنتها بتحبه، فابتدي اعمل الحرمان، اعمل عمليه الحرمان. فيبتدي هو ممكن في الاول يتمرد ويقول ايه؟ احرم، انا مش هاممني. الطفل هنا ذكي جدا فبيدي شعور ان هو مش همه الموضوع، لكن هو من جوه متالم ومتضايق ان حضرتك او حضرتك حرمته من الشيء اللي بيحبه، ولكن هو بيقاوح. لكن انت لو قررت تحط الحرمان هيجي مع واحده تدريجيا هيبتدي يوقف السلوك الغير مرغوب فيه. ده العقاب الايجابي. العقاب السلبي ان انت تعمل شيء انت عارف لو عملته هيضايق ابنك. ده نوع من العقاب السلبي، ان انت قصه ان انا هعمل حاجه تضايقك بس بطريقه فيها حكمه شويه. وبرده من شرط الاساسي في العقاب ان انا يبقى العقاب محدد بمده، مش هقعد اسبوع معاقبه مثلا، والعقاب يكون متناسب مع الموقف اللي عمله ابني، مش عمل موقف صغير وانا اعمل بقى عقاب كبير. لا طبعا هيبقى مش منطقي وهو مش هيتقبله ويحس ان انا كأم او انا كأب عامل عليه موضوع كبير او مكبر الموضوع. لا، لازم يكون العقاب يتناسب مع الخطأ اللي بيعمله الابن او الابنه. طيب برضه زي ما قلنا لازم العقاب يكون محدد مده، لازم العقاب يتناسب مع الخطأ اللي بيعمله الابناء. العقاب برضه ما يكونش اختار حاجه انا عرفت ان مش هجيب نتيجه مع ابني، يعني برضه نفس الفكره زي المعزز، هنوع نوعيه العقاب، اشوف اكتر شيء ممكن يحقق معاه نتيجه، واول ما احس ان العقاب ده جاب معاه نتيجه ابتدي اشتغل عليه، وبعد كده ابتدي اغير او انوع فيه علشان اضمن ان هو يستجيب ليا. في نقطه مهمه عايز اذكرها في موضوع التعزيز، زي ما قلنا برضه زي ما في عقاب سلبي وعقاب ايجابي، في تعزيز ايجابي وتعزيز سلبي. التعزيز الايجابي هو المكافاه. لو عملت كذا احنا نحط مثلا اسبوع، لو نفذت ده في خلال اسبوع انت في نهايه الاسبوع ليك عندي خروجه او ليك عندي فسحه او ليك عندي مكافاه كذا، على حسب استجابه الابناء او انا عارف ابني بيحب ايه بالظبط. ده التعزيز الايجابي. التعزيز السلبي هو مدح الابناء على شيء ما عملوش. يعني يجي والده من الشغل، اسكت ده احمد عمل احلى حاجه النهارده وهو ما عملش، ده ذاكر وهو ما ذاكرش. انا بعمل هذا التعزيز عشان هنا ابني هيستجيب ويقول ايه ده مامتي بتمدحنا عشان ما عملتوش، ده لو عملته هيبقى الوضع ايه. ده تعزيز اسمه تعزيز سلبي، ان انا بقوم فيه الجزء الايجابي ان بمدحه عشان ما عملوش وبديله قيمه كبيره، فبالتالي لو عمله هو بنفسه هيفكر لو انا عملته هاخد القيمه دي وممكن اخد قيمه اعلى منها. ده برضو نوع من انواع التعزيز اللي هو التعزيز السلبي. في انواع كتير في تعديل السلوك، لكن انا اكتفيت النهارده بالنوعين دول بس. عايز اوضح نقطه قبل ما اختم كلامي وهي البيئه المهدده. انا كأب او ام ممكن اكون عندي درايه كبيره قوي ان انا عايز اربي ابنائي او اعدل من سلوكياتهم، ولكن تحدث معايا ان يحصل البيئه المهدده، زي مثلا الجد والجده رافضين التعامل الام بالطريقه دي عشان حفيدهم وحابين يدلعوه وحابين ان هم يدللوه، فيبتدوا يكسروا كل اللي الام ماشيه عليه فتهد كل اللي عملوه. احذروا البيئه المهدده
فتقعدي مع جوزك تقول له خد بالك احنا بنربي ابننا او بنتنا بطريقه معينه، فساعدنا ان احنا نكمل صح، فحاول نعمل كنترول مع الجد والجده علشان ما يهدوش اللي احنا بنعمله. وممكن يطلع البيئه المهدده الاب نفسه، الام ماشيه في الطريق والاب بيجي يهد اللي بتعمله الام. هي فاهمه كويس هي بتعمل ايه وحاطه نفسها قواعد في التعامل، لكن يجي الاب يبوظ الدنيا. فلازم عشان كده لازم يبقى في اتفاق بين الاب والام في موضوع التربيه. عشان كده دايما بننصح اقعدوا اتفقوا، انتوا معاكم وزنه مهمه اسمها الابناء، هتحاسبوا عليها في اليوم الاخير. هتقف قدام الله انت حسب على هذه الوزنه، ان انا اديتك ابناء، هل اتعاملت معاهم كما ينبغي؟ عرفت تطلع منهم احسن شيء ولا اهملت هذه الوزنه؟ ابنائنا هم اهم شيء في حياتنا. احنا يعني كل يومنا وكل حياتنا بتمشي عشان هدفنا في الاخر هم اولادنا. فبالتالي لازم افكر ان انا اقعد انا ومراتي، حتى انا مشغول وعندي حاجات كتير في حياتي اليوميه وشغلي والضغط المادي اللي موجود في حياتنا اليوميه وخاصه في الوقت الحالي، لكن ده لا يعني او عذر ليا ان انا اهمل اولادي او تربيتهم. اقعد افكر مع الام والاب يفكر مع الام والام تفكر مع الاب ازاي نحط طريقه نتعامل معاها ونتفق عليها. لان ممكن يكون الاب هو البيئه المهدده، الام ماشيه صح ويجي الاب يلخبط كل حاجه، فالسلوك بدل ما يبتدي يتعدل يزيد تعقدا في الابن. فمهم قوي ان انا اخد بالي من البيئه المهدده. عايز اقول كمان ان الابناء عندهم عند شديد جدا جدا، وخاصه في السن الصغير بيبقى عنيد وعايز يحقق كل اللي هو عايزه. في استراتيجيه مهمه هنصح بيها كل ام تتعامل مع ابنها او بنتها بيها، وهي استراتيجيه التجاهل. استراتيجيه مهمه قوي ان انت هتعمل عمليه تجاهل تماما للسلوك للابن او الابنه، وهيحصل بعد كده انطفاء. يعني تدرجيا هيقل هذا السلوك. لو ما جبتليش كذا يبتدي الولد يعيط او يصرخ او يرمي نفسه في الارض ويمرمط نفسه. الام تبتدي تتعاطف مع الابن دول ابني، وبتبتدي تديله الحاجه اللي هو عايزها. هو كده عرف نقطه ضعف الام، ان هو لما يصرخ او يمرمر نفسه في التراب او يضرب دماغه في الحيط فخلاص هيجيب امه وياخد اللي هو عايزه. كده انت تصنعي من ابنك شخصيه اتكاليه اعتماديه من غير ما تحسي. هتقول لا ده طفل، ده عادي، ده كده كده مش فاهم حاجه. لا هو فاهم حاجه، فاهم كل حاجه جدا. في نظريه مهمه قوي كانت نظريه فرويد بتقول ان الطفل بيتشكل سلوكه من سنه ل6 سنوات. فمهم قوي 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 ان انا ابقى واخده بالي ان اي سلوك انا بتعامل مع ابني هو بيسجل ويبتدي يكون شخصيته اللي هتبقى بعد كده في سن الكبر. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان لما ابني يبقى محتاج حاجه انا بلبي له، لكن الحرمان جزء من التربيه. حط كأم في بالك ان الحرمان جزء من التربيه. كل شيء لما يتلبى للطفل هيصبح طفل متمرد، طفل اعتمادي، طفل يفقد ان هو يعتمد على نفسه ويعتمد دايما على الاخرين. فلازم يبقى البي لابني حاجه واحرمه من حاجه وافهمه. اقول له انا اقدر اجيب لك كل حاجه، لكن لو جبت لك كل حاجه انت هتطلع شخص ولا حاجه، تطلع شخص ضعيف جدا، تطلع شخص متمرد، هتطلع شخص اتكالي اعتمادي، مش هتعرف تكون شخصيه تقدر تدير بيها نفسك وتدير بيها الاخرين بعد كده. فابتدي اشرح لابني بطريقته وانزل لمستواه ولفكره واقول له يعني مش هقدر البي لك كل طلباتك علشان خاطر ما تطلعش شخصيه اعتماديه. طيب ابني بيمرمغ نفسه وبيخبط نفسه في الحيط وعايزني احقق طلبه. لا، تماسكي وخليكي على مبدئك ان مش هتحقق له طلبه لغايه ما يحصل الاستراتيجيه الثانيه، وهي الانطفاء، اللي هو السلوك المرمغه والزعيق والعياط ويخبط دماغه في الحيط هيقل تدرجيا. يبتدي هو لوحده يقل تدرجيا. طب ما ده بيحصل في الشارع، ما انا هتحرج، ما فلانه معديه تقول لي حرام عليك الواد، انا مش دعوه بفلانه، انا عارف انا بعمل ايه كويس. البي طلب فلانه او احراجي من فلانه المعديه، ولا اضيع ابني والبي له طلباته فيطلعه
شخصيه اعتماديه. لا، ما لبيش طلب طبعا، او اتحرج من الراجل اللي في السوبر ماركت، او اتحرج من الجاره، ده ابنك بيتمرمر، او الجاره نفسها تطلع فلوس ولا اجيب له انا. كل دوت ممنوع. ما تتاثريش، وانت عارفه انت بتعمليه كويس. لازم تتجاهلي السلوك حتى لو كان في الشارع وعمل لك مشكله كبيره وضله كبير قوي، لا، خليك على موقفك، لان كده هو عارف بذكائه كطفل يجيبك ازاي كأم ويحقق اللي هو عايزه. خدي بالك جدا، الاطفال اذكياء وليهم طرق كتيره مختلفه ازاي يجيبوا الام او الاب. خلي نظريه او استراتيجيه التجاهل مهمه جدا للطفل العنيد، وبتكسر حته العند فيه، وتدرجيا اقدر بعد كده انا البي له طلب، وزي ما قلت طلب لا، واقعد معاه اشرح له ده بعمل معاه كده ليه؟ انا مش بعذبك يا ابني، لا، ده بعمل كذا وكذا عشان اطلعك شخص سوي، شخص ناضج للحياه بعد كده. اشكركم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.